السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. البنات، انا جيتكم في فيديو اللي كاع طلبتوا مني ندير لكم فيديو ديال المشاكل اللي كيجيو منهم الافرازات في الرحم. البنات راه ما نقدرش ندير لكم فيديو في تيك توك، راه والله حتى البارح كنت كنضرب باش ندير لكم فيديو في تيك توك وما بغاش يطلع ليا. تبلوكا ليا كاع التليفون، لحقاش طويل فيه 8 دقائق، راه ما يمكنش انني نحط لكم 8 دقائق كامله، ولا كل نهار نبقى نحط بارت دو بارت 3 بارت. ما يمكنش. كنحط لكم فيديو، دخلوا على الاقل شوفوا الفيديو، راه على ود صحتكم. انا ما كنحطوش على شي حاجه اخرى. انا كنحط الحوايج اللي حطيت كامله على صحه الانسان. راه الانسان كيعاني من البرد، كيعاني من تاخر الدوره الشهريه، من تاخر الحمل، من بزاف الافرازات، بزاف تاع الحوايج كتعاني منهم المراه. داكشي علاش البنات درت الفيديو ويا ربي يا ربي تدخلوا تشوفوه، لان هذا الفيديو هذا راه غادي نوضح فيه بزاف ديال الحوايج، ومنين كتجيك الافرازات ومنين كيجيوك الامراض ديال الرحم، وبزاف ديال الحوايج اللي ما تقدرش تحلك على البال. المهم البنات، غادي نبدا معكم. المشكل الاول اللي كتجي منه البروده البنات، بالنسبه للبنات اللي كيمشيو حفيانين. هاد السمد البرد اللي كتهزو في رجليكم راه ما كتحسوش به، ولكن هو راه عنده علاقه كبيره، والوالده حساسه اكثر من العين، اكثر من العين. تخيلي ان الوالده حساسه اكثر من عينيك الا قصتيها كتدمع وكتقصحي، ولكن راه الوالده راه كتقصحي فيها اكثر. يعني تخيلي ان الوالده اكثر من العين في الاحساس. البنات، راه البرد، راه الحفا، راه ما يمكنش، راه كتهز واحد البرد، راه ما تقدريش تخيليه في عينيك، لحقاش راه ما تقدريش تشوفي الوالده ديالك من الداخل. البنات، لبسوا صباطكم، لبسوا تقاشركم، لقيت هاد البرد ولقيت الصيف. راه الصيف فين كتغشوا، الصيف فين كتهزوا القالب، الصيف فين كتغويكم ديك الحراره وهادي، وكتقولوا لا ما كاينش البرد وهادي. راه تما فين كتهزي البرد، راه البرد الكثير كتهزيه من الصيف، راه ماشي من وقيته الشتاء. وقيته الشتاء راه كديري الاحتياطات ديالك وكيجيك البرد نيت ديال الله وكتغطاي، ولكن الغطا ديال الصيف راه كتعريو ريوسكم، من بعد كتلقاو مشاكل في الرحم ديالكم، ولا البرد في الرحم ديالكم اللي جاي بمده طويله وما عمركم ما عالجتوه. المهم البنات، والمشكل الثاني اللي كيغسلوا بالماء ديال الروبيني، ماشي الماء الروبيني عادي، كيهزوا الماء بارد يا اختي وما كيبقاش فيك راسك. كتهزي ما بارد وتغسلي به، ما كيبقاش فيك راسك. وما تقوليش لا راه غادي نمرض راسي، ولا غادي نخلي شي حاجه مع المده غادي تخرج ليا، ولا ما نقدرش نحمل، ولا غادي نمرض الوالده ديالي، ولا بزاف د الحوايج. لا اختي، بغيتي تغسلي، بغيتي تنقي راسك مزيان، غادي تهزي اختي الماء، غطبخيه الا ما عندكش سخون، غادي تطبخيه، وغادي تهزو نتوما واحد 5 لتر د الماء، غادي طيبوها، وغادي تحتفظوا بها في الاخر ديالكم، في الدوش ديالكم. فين ما تبغي تغسلي هزي سخني الماء وغسلي. لكن عندكم الشوفاج او دي الكاليفاكسيون، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، نسيتو، اللي كيسخن الماء. مهم نسيت على سميتو، اللي كيسخن الماء هذاك راه كيحيد الكالكير، كيحيد بزاف د الحوايج، راه تقدري تغسلي غير من داك الماء. اما باش تهزي الماء ديريكتامينتي من الروبيني وغادي تغسلي به، عرفتي داك الماء راه موجود فيه الماء، موجود فيه هذاك الماء ودي عفوا، موجود فيه الكالكير، موجود فيه جافيل، موجود فيه الدواء اللي كيقتل الجراثيم ديال الماء، وانتي كتهزيها الحمقى كتبقاي تغسلي به. هذاك راه مرض من الامراض اللي كتجعلك ما تولدي، ما تجيك الرجله، ما حتى شي حاجه. هذاك راه مرض كبير. هذاك راه خصك بعدا انت تفكري داك الماء باش كتغسلي بارد وفيه الدواء وفيه جافيل وفيه الكالكير وفيه بزاف د الحوايج، وانت كتغسلي به الوالده ديالك، شنو يعني شنو غادي يجيك من ورا هادشي؟ يجيك امراض. المهم اختي، غادي ندوزو للعلاج ديال الافرازات. هو الاول ديال الافرازات البنات، عندكم تومه البنات، اللي تومه ما تقدرش تطيح لك على البال. تومه وحده كل نهار، تومه وحده غتبقاي تقشريها، ولا ما قديتيش تسرطيها كامله قطعي النص، خدي لك النص ديال التومه كبير اولا متوسط، شربيه مع الماء كل نهار.
مده 3 ايام في الشهر. عقلي، مده 3 ايام في الشهر غادي تستعملي نص نص ديال الثوم، النص ديال الثوم. ولكن الا كانت صغيره من الاحسن سرطيها بوحدها هكا هكا، او دي هكا، هذه هي اللي صغيره. الا كانت صغيره سرطيها مع الماء، ها هي. وإلا كنتي ما قديتيش تسرطيها، ما قديتيش تسرطيها وجاك شويه المذاق ديالها خايب، غادي تهزي شويه ديال السكر وديريه في الماء اللي غتشربيه مع هذه. غادي تخلطي شويه الماء مع مع شويه السنيده، غير شي شويه، راه ماشي تكتري، غير شويه، غير تهرسي داك المذاق ديال هادي ديال الثوم، وغادي تشربيه. وعندك مده ديال 3 ايام غتصفاي، غتصفاي، ما غاديش تيقيها، وجربيها باش تيقيها. هادي غتصفاي، ومن الاحسن تستعمليها، من الاحسن تستعمليها البنات في الصباح، في الصباح، في الصباح. ولا بغيتي، الا بغيتي كاع ما بغيتيش تشربيها على الريق، كولي من بعد واحد الساعه مورا الماكله شربيها. وعقلي راه كيعجبني نعطي الوصفه وديريها كيف ما عطيتها لك، ماشي اختي تمشي ديرها بطريقتك ومن بعد تجي عاتبيني انايا وتنمر عليا في لي كومونتير. لا، ديريها باش قلتها لك انايا. شربيها في الصباح على الريق، ولا ما قدرتيش حتى تفطري ومن بعد ساعه عاد تشربيها. ايوا صافي. ولا ممكن التعويض ديالها، التعويض ديال الثوم الا ما قديتيش عليه، غادي تهزي الماء صغير، واحد الكاس د الماء صغير، وملعقتين من الخل تفاح، ملعقتين مع خل تفاح. الا ما قديتيش على هادي وبغيتي التعويض ديالها، غادي تهزي تفاح اختي، تفاح، الخل ديال التفاح، غادي تخلطيه مع الكاس ديال الماء وشربيه على الريق. ايوا ورحميني يا اختي، ورحميني، وكتبي لي غير كومونتير وقولي لي شكرا اختي مونيا. هادشي اللي كاين. وقبل من هادشي كامل غادي دوزي اختي تسخني الماء في الكاسرون، وغادي طيبي هاد الخزامه مع واحد 2 معالق ديال الملحه، وغادي تغسلي بهم الرحم ديالك مزيان، وغادي تصفاي ديال بصح. وداكشي اللي شاطلك ديال الخزامه في الكاسرونه غادي تهزي واحد الكتانه، غادي توضعي فيها داكشي اللي كاين اللي شاطلك ديال الخزامه وتكون سخونه، وغادي توضعيها بينك وبين المايو ديالك، وغادي تسناي ساعه، ساعتين، حتى ساعه ونص، كاع ساعه ونص ما تفوتيهاش باش ما تطوليش غادي تخنقك. ساعه ونص عاد تحيديها وتكون سخونه البنات شويه، ماشي بزاف 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 تحرقك، المهم تكون سخونه شي شويه، المهم يكون باقي فيها داك البخار ديال هاد السخونيه. وتما ديريها في الكتانه بيضه، وعاد تحطيها البنات، تحطيها في المايو ديالك، بينك وبين المايو ديالك. صافي البنات، عاد غادي تدوزي تشربي هادي، صبقي هادي، عاد غدوزي لهادي. وعقلي شربي الخزامه ونسيت واحد الحاجه، من بعد فاش غادي تسالي وديريها بينك وبين المايو ديالك، غادي تهزي اختي واحد نص كاس، تزيدي فيه واحد شويه ديال العسل الحره، الا عندك، ما عندكش عوضيه بشويه السكر. وغادي شي شويه غير تحسي بالنغمه، السكر كاينه ما تكون، المهم كتحسي بها ما فيهاش السكر. المهم اختي، وتشربي نص كاس كل نهار مده 3 ايام اللي خصك تستعمليها، ماشي نهار ولا هكا وتجي تقولي لي لا اختي الوصفه ديالك ماشي حتى تما. لا اختي، الوصفه ديالي كنعطيك انا الحاجه اللي مجرباها فيا وفي لحمتي، ما يمكنش اختي نكذب عليك. هادشي مجرباه، هادشي ديال والدينا، ماشي شي حاجه صرعه انا من راسي ولا جبدها من راسي، هادشي لقينا عند والدينا. الا ما عندكش ولا ما قديتيش على هذه، غتعوضيها بجوج معالق ديال الخل تفاح في الماء وشربيه على الريق. ولا ما قديتيش على الريق، جربيه مورا الماكله بساعه ديال الفطور. وهذه غطيبيها هي والملحه، وغتغسلي بها وغتوضعيها في الكتانه وتوضعيها بينك وبين المايو ديالك. من بعد اختي غادي تهزي نص كاس وغادي تشربيه، وغادي تمشي يا اختي تغطي لك هذاك ديك الكرش، غطيها مزيان تشد لك السخونيه. ايوا اجي رحميني يا اختي، وعطيني غير رحمه الوالدين في الكومنتاريوس، وتهلاو لي في ريوسكم، ونتمنى الفيديو يكون واضح وما نكونش نتقلي عليكم عاوتاني، والله ينزل عليكم الشفاء وينزل علينا الشفاء كاملين.
تهلاو لي فروسكم ونهاركم مبروك. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.